لو سمعت صوت أبوك بيقول لك حول لي فلوس بسرعة على الرقم ده، هل فعلا هتحول فلوس ولا هتتأكد الأول إن ده أصلا أبوك؟ اسمع القصة. في 2025 AI قدر يقلد صوت بيقول منتحل شخصية أب وبيكلم الضحية وبيقول له حول لي فلوس. في العلم ده اسمه AI voice scam. طيب، حاجة زي دي حصلت ازاي؟ هو بكل بساطة في حاجة اسمها AI. ال AI دلوقتي احنا زي ما احنا عارفين انه قدر يلقط كل حاجة ويكريت كل حاجة لا تتخيلها، صور صوت وفيديوز وكل حاجة. طيب انت ازاي تحمي نفسك اصلا من حاجة زي كده؟ مش اي مكالمة تجيلك تصدق ان هي، لان الاي اي هيكلمك برقم غريب، مش هيكلمك برقم متسجل على التليفون. اكيد برضو الابن ما كانش واخد باله ان ده الاب. طيب ده حاجة. الحاجة التانية ان بكل بساطة ان لما حاجة زي كده تحصل لازم تتأكد ان ده باباك بجد. ازاي تتأكد ان ده باباك بجد؟ لما حاجة زي كده تحصل تروح مكلمه على الرقم بتاعه في ساعتها، هتلاقيه بيرد عليك عادي جدا وما فيهوش اي حاجة وما بيقولكش حول لي فلوس ولا حاجة. لو لسه مش مصدق افتح التيك توك ودور عن AI voice scam، تلاقي ناس بتحكي على اللي حصل لها. بس ما تنساش كل ده حصل بسبب ان انت الضحية. ما تكونش انت الضحية، كون الهاكر بيخاف منه، سواء ال AI او الهاكرز نفسهم. ما تسيبش ال AI يضحك عليك. تباني وهخليك اذكى من اي AI يجرب فيك حاجة.